بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حكايتنا النهاردة مع القديسة فيرونيكا اللي مسحت وجه المسيح، وهنعرف معنى اسمها وحكايتها. فاسم القديسة فيرونيكا معناه الأيقونة الحقيقية، وبتقول القصص في التقليد إن القديسة فيرونيكا مسحت وجه المسيح لما من تقل الصليب الكبير وقع المسيح معاه على الأرض، فهي بدافع حبها وإخلاصها الشديد وخوفها عليه مسحت بالمنديل اللي كان في ايدها وجه السيد المسيح. ولما رجعت بيتها مسكت المنديل ده لقت عليه مطبوع وجه المسيح بطريقة عجيبة جدا، واستعجبت ازاي التدقيق ده والرسم ده بالمظبوط بالطريقة دي، حتى انها لقت وجه المسيح مطبوع اكنه كان محطوط على الوجه بالظبط تماما. ولقيت كمان على وجه المنديل ده آثار الآلام والتعذيب على وجه المسيح مطبوعة عليك هي كمان. وبيقول التقليد الغربي إن القديسة فيرونيكا دي سافرت لروما للإمبراطور وشافته هناك ببركة المنديل وبركة إن كانت المسيح وشه مطبوع عليه، فكانت عملت بيه معجزة الشفاء للإمبراطور نفسه. ولما تنيحت ادت المنديل اللي عليه صورة المسيح مطبوعة دي للبطريرك بتاع الوقت وكمان بحسب التقليد في فرنسا كانت القديسة فيرونيكا دي كانت زوجة زكا العشار. بيقول في أحد الأيام خرجت هي وزوجها زكا العشار بعد ما بشر المسيح وباع كل أملاكه عشان إن المسيح يحضر معاه ويكون معاه في بيته. هما الاتنين راحوا ومشيوا يبشروا بالمسيح في كل مكان لغاية لما وصلوا فرنسا، وبشروا بالإنجيل في كل مكان حتى جنوب فرنسا. وفي قصص تاني بتقول إن القديسة فيرونيكا هي القديسة مارسا أخت لعازر المسيح قومه بعد 3 أيام، وهي برضو ابنة المرأة الكنعانية، وبرضو المرأة نازفة الدم. فتقاليد كتير قالت عنها قصص كتير، لكن أهم قصة طبعا إن المنديل بتاعها المتواضع ده المسيح سمح وطبع وشه عليه بآلامه بجراحاته مطبوعة طبع الصورة بالظبط. وفي القرن 15 اتبعها في التقاليد إنها تكون من ضمن طريق الآلام اللي مشي فيه السيد المسيح في أورشليم. وفي مراحل كتير مر بيه المنديل المقدس ده عبر الزمان كله طبعا يتمنى ياخد بركة من المنديل اللي القديسة فيرونيكا مسحت بيه وجه المسيح المقدس عبر الزمان، وفضل لغاية وقتنا هذا في كنيسة القديس بطرس.